السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا، تعالوا شوفوا اللي انا فيه. والهدة طول النهار، بس كانت هدة جميلة. يا رب ربنا يكتب لنا الخير ويكتب لكم الخير يا رب. ماشي، كل سنة وانتم طيبين. والنهارده احنا كان عندنا اطعام خير، بس ده هينزل على الصفحه، على صفحه الفيسبوك. ماشي، فزي ما انتم شايفين كده، كنت بعد ما خلصت مسكت بقى المواعين غسلتها وروقت المطبخ ومش عارف ايه، وقلت اشيله بقى معاكم كده مع بعض كده، ونعمل فيديو تاني لينا احنا بقى، ملناش دعوه بالصفحه خالص. احنا هنا على اليوتيوب، على قناه اليوتيوب، وحبايبي بتوع اليوتيوب اللي بيوحشوني دايما، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، يلي بتوحشوني ليل ونهار وكل يوم. هنا بقى قلت انضف ايه المطبخ، الرخامه اللي كان عليها المواعين، واحضر لهم بقى ايه العشاء، لاني كنت بصراحه اهملت فيهم طول النهار، وكنت تعبت فعلا واتهديت والله. بس بتبقى من اسعد الفيديوهات اللي احنا بنعملها يا رب كده، اللي هي فيديوهات اطعام الخير دي، تبقى بتسعد الكل يعني. زي ما انتم شايفين كده كلهم كانوا بيساعدوني والله. المهم ايه، لمينا كده مواعيننا، وقلت اعمل لهم حاجه خفيفه بصراحه. وكان عندي انا اصلا اكل من امبارح، فقلت بصراحه ايه، خساره لو انا عملت حاجه هيترمي الاكل، بيترمي حرام، وليه نرميه؟ انا احط لهم حاجه خفيفه كده معاه، ون ايه نكمل بيها الاكل يعني، وهتمشي ان شاء الله. ماشي، بس يلا كده نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وحطوا لي لايك وحطوا لي شير، ودعموا القناه بتاعتكم حبيبتكم، لان انتوا اصلا القناه دي بتاعتكم انتوا، مش بتاعتي انا بس، احنا بتاعتنا كلنا الحمد لله يعني. ماشي، قمت جايبه ايه بطاطستين 2 كده زي ما انتوا شايفين، وقلت ايه اقشرهم واقطعهم صوابع ونحمرهم مع بعض. وكنت برضو عماله الم من هنا ومن هنا، من هنا ومن هنا. والحله اللي انا مليتها ديت حملتها وولعت عليها البوتاجاز. قلت ايه اسعد بقى، اشتغل بكذا ايه يعني، بكذا روح زي ما بيقولوا كده. والله لو فينا كذا روح ما هنعمل اللي بنعمله ده. الست المصريه دي يا بنات والله العظيم مظلومه، مظلومه فعلا يعني، وهي اللي ظالمه نفسها، ما تعرفش تقعد وتسكت وما تنكش وما تعملش. لا ازاي ودي تيجي لازم طول النهار يعني على حد ما تنام، وهي بتبقى لازم واقفه على رجلها وبتعمل وبتسوي وبتودي وبيجيب. ماشي، المهم قشرنا البطاطس، ربنا يدينا الصحه ويديكم الصحه والعافيه يا رب. قشرنا البطاطس كده وقطعناها صابع زي ما انتم شايفين، والقشر بتاع البطاطس نزلته في الصفايه يتصفى الميه اللي نزلت عليه، وهنرميه في الباسكت ان شاء الله. تمام كده، ما تقلقوش عشان ما تقولوش ان انت حطيتيه وسبتيه ونسيتيه يا منى. لا ما نسيتوش، انا عارفه، انا على طول بعمل كده، بسيب الحاجه تتصفى عشان تتحط في الباسكت ما تنزلش ايه ميه. ماشي، المهم والله الاكله بصي كانت حلوه وكانت جميله الحمد لله. وعلى قد ما انا تعبت طول النهار، على قد ما جيت بالليل بصراحه قلت لهم مش هعمل لكم غير هو ده، يعجب ولا ما يعجبش. قالوا يا ماما يعجب الحمد لله يا ماما، احنا احسن من غيرنا، ربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله. بحط معلقه زيت واحده وبحطها في الاير فراير كده زي ما انتم شايفين، واديها تقليبه وتتحط وتشتغل هي بقى مع نفسها. على بال انا ايه لو في حاجه اعملها اكون انا ايه جهزتها. هنا الميه زي ما انتم شايفين سخنت كده، حطيت لها سنه ملح، وهبدا احط المكرونه زي ما قلت لكم ان انا بقسم المكرونه نصين كده، عشان لو الاطفال ولا حاجه ما عندي مرام ما بيعرفش ياكلها طويله قوي، فبقسمها نصين علشانه. ماشي، الكيس ده يا جماعه 300 جرام، ده بينزل الفتره دي في كل السوبر ماركت، وبينزل في الجمعيات بينزل عليه عروض. ماشي، فانا بقول لكم عشان اللي حابب وياخد باله من الموضوع دوت، عروضه مش وحشه، ب 6 جنيه او ب 6 جنيه وربع، مش وحش يا جماعه. هاتوا منه وحطوا شويه، طول ما انت معديه على السوبر ماركت ولا على الجمعيه عدي هاتي حاجات من دي، بتنفع في البيت وبتنفع في وقت زنقه بالليل، في اي وقت عامه. هنا بقى كان عندي صلصه كمان في التلاجة فايضه، وكنت شايلاها في التلاجة، قلت ايه بالمره يلا هي جت كده والله العظيم جاهزه. ربنا بيحبني وعالم بحالي وعالم ان انا تعبانه طول النهار. ماشي، الف حمد وشكر ليك يا رب. المهم انا ايه بغسل بقى اول باول كده يعني، فاهماني؟ مش هنركن بقى، ساعات بركن والله بس مش بركن، انا قبل الفيديو بغسل مواعيني وبعد الفيديو بغسل مواعيني. ولو هتلاحظوا هتلاقوا الصفايه مليانه في كل الفيديوهات يعني، بالليل ببقى لسه غسلاها، وبحب المواعين بتاعتي تتصفى، ما بحبش ارصها في مكانها وهي لسه مبلوله. تمام كده. هنا بقى ايه لقيت الليمون، الليمون الايام دي يا جماعه ب 20 جنيه. طب ليه ب 20 جنيه؟ بالصدفه لقيت واحده بتبيع الكيلو ب 10 جنيه، بس مش اللي هو الليمون يعني، لا هي بتبقى نقضاه كده، وعامله اللي هو على قد حاله كده، اللي هو يعني في نص ونص، واللي تطلع بايظه واللي تطلع مش عارف ايه. طبعا نقيت لي شويه حلوين وجامدين كده زي ما انتم شايفين، نقيت 2 كيلو. قلت اغسلهم غسله تمام. على فكره
كل ما تلاقي حاجه رخيصه صدقيني والله هاتيها وحطيها في التلاجة عندك هتنفعك لما يوصل ثمنه ل 20 جنيه. انما الايام الجايه بقى هيوصل لفين تاني؟ فاسمعي كلامي، اعملي الحركه اللي انا هعملها دي. المهم مسكت الليمون كده غسلته غسله حلوه كده بالواحده، خليته نضيف كده وحلو ماشي، وهننقضه كده مع بعض. بقيت انقض، لو لقيت واحده ضربت لان انا كنت جايباه من امبارح صراحه، اللي لقيتها باظت لقيت ده حوالي 3 4 ليمونات كده زيهم اللي انتوا شفتوهم دول طلعوا باظوا خلاص، رحت رميهم دول خلاص كده شكرا ليكم. وجبت ايه زي ما انتوا شايفين، حطيته في الصفايه ورحت جايبه فوطه كده زي ما انتوا شايفين، وهمسك ليمونه ليمونه اقوم منشفاها. تمسكي الليمون ده تنشفيه تنشيفه لا مثيل لها. هتقولي لي بتتكلمي يا منى بسرعه ليه وبتتكلمي كتير ليه؟ والله العظيم مش عايزه اطول الفيديو عليكم يا جماعه، ومش عايزاه يبقى ايه بتبقوا متضايقين منه يعني، وعايزه اشرح لكم الموضوع ببساطه من اوله لاخره. بصي بقى هتنشفي الليمون تنشيفه حلوه قوي قوي قوي، وتجيبي اكياس. بصي انا بوريكي الليمونه ازاي. خدت بقى الليمونه الناشفه كلها كده زي ما انت شايفه، وهحط ارصها في اكياس كده. كل كيس هحط فيه عدد ايه معين، بحيث اطلع الكيس عارفه انا ايه هستخدم ايه. اطلع ليمونه بليمونه ليمونتين. بصي مش يعني مش هيخسر عندك ابدا. هحط الاكياس دي في الفريزر ماشي. المهم وتخرجي الهواء زي ما انت شايفه كده، انا بضغط على الكيس لقدام عشان الهواء بتاعه يخرج من، بصي اهو طول ما انت مخرجه الهواء منه مش هيجرى له حاجه، وطول ما انت منشفاه تنشيفه حلوه وغسلاه ونشفاه تنشيفه حلوه بصي هيبقى زي ما هو كانك لسه جايباه. تمام كده. هنا بقى تعالي اهي الصلصه خلصت والمكرونه خلصت الحمد لله زي ما انت شايفه كده، والبطاطس كانت اتحمرت، وطبق زيتون على ليمون على فلفل على الجزر المبشور ده تحفه، وشويه سلطه كانوا فايزين عندي، وطبق القرنبيط ده كان فايض عندي من امبارح ملوش دعوه بالاطعام بتاع النهارده خالص. تمام كده حبايبي. وادي العشوه الجميله بتاعتنا. لو العشوه بتاعتنا عجبتكم ادوني لايك وادوني شير وقولي تسلم ايدك يا منون.